بيبدأ الفيلم بشلتوت وصاحبه إبراهيم اللي شغالين في فندق، وبنلاقي واحدة في الميكروباص بتسأل أستاذ شلتوت أسئلة عادية جدا، لكن هو واخد الموضوع على إنه تحرش. الساعة كام لو سمحت؟ دلوقتي؟ أمال بعد ساعة؟ تقول لها الساعة كام يا عم؟ إيه الرد الغريب ده؟ بينزلوا من الميكروباص وبيقابل واحدة قدام الفندق بتقول له أشوف لك الوادع. يا ست شوف لنا ربع جنيه افيد. يا عم ما تقول شكرا، هو مفيش حد بيسألك سؤال من غير ما تستظرف وترد رد روش؟ بيزعلهم المدير في الشغل على التأخير وبيكون مش طايقهم. يا فندم احنا خريجين سياحه وفندقه وبتفوق. بعد فندقة دي والله معاه حق في أي حاجة يعملها معاكوا، ما هو انتوا لو كده شغالين فعلا يبقى المدير معاه حق إن هو بيقدركوا، ده انتوا بتلعبوا مش بتشتغلوا. وبعدين إيه ده؟ هو تقريبا كان مستنيهم يركبوا الإزاز VFX في المشهد. بتخش عليهم فريدة بنت صاحب الفندق وتبلغهم إن هم يشتغلوا في العلاقات العامة. بنعرف إن شلتوت أنقذ فريدة ونقل لها دم وعشان كده حبوا بعض. انا بحبك من قبل ما اشوفك. انا بحبك من قبل ما تشوفك. انا بحبك اكتر مش اكتر. ازاي بقى اذا كنت حبيتك قبل ابويا ما يخطب امي؟ ده ايه العلاقة الملزقة دي ملزقة أكتر من إسراء ووسيم السريطي. بيخش أبو فريدة على شلتوت وإبراهيم عشان يرفدهم ويقول له ابعد عن بنته، ولكن شلتوت وإبراهيم بيقرروا إن هم ينتقموا. انت عارف انا جايبه منين ده؟ من مدريد في ايطاليا. والله إفات وحيد سيف هي اللي مصبرانا على الفيلم ده. بيقعد بعدها إبراهيم وشلتوت يشوفوا هيعملوا إيه بعد ما اترفدوا. بيبدأ شلتوت يتكلم إن أبوه كان له في السحر والعفاريت وإن عنده مكتبة كبيرة عن السحر، فبيقترح عليه إبراهيم إن هم يبيعوها ويستفيدوا من فلوسها لحد ما يلاقوا شغل. يدفع 300 400 جنيه يساعدونا لحد ما نلاقي شغل. هو دلوقتي المبلغ ده فعلا ممكن يكفيكوا، بس لو 300 400 جنيه استرليني مثلا. حظك النحس يا فريده، ابوها مفتري وبتحب واحد فقري. هفوت لك اللي قلته على بابا، بس حبيبي مش فقري. ونعمة التربية اهي دي بقى من البنات اللي بتسجل حبيبها على التليفون دادي. الحمد لله انك ما طلعتيش شبه. طب والله يا عم بالميك اب ده ملامح ابوها ارحم. بيقرر شلتوت ان هو يستعين بادوات ابوه والكتب والشعوذه عشان يعمل عمل لابو فريده يخليه يرضى عنه ويجوزه بنته. الكيس ده بقى في كل لوازم تحضير الجن والعفاريت. يا بابا يا جبال، في حد يخاف من العفاريت؟ مين صاحب يخاف من العفاريت؟ ما كلنا بنربيهم ومتعايشين معاهم. انت شخصيا كل يوم بتركب ايه؟ مش ميكروباص؟ ما دول عفاريت الاسفلت يا ريس. بيخش الحمام عشان العمل يشتغل وبيطلع يلاقي صاحبه جاب له المعلم اللي هيشتري الكتب ولكنه بيرفض المبلغ. بنشوف ابو فريده مع خالة فريده وهي بتحاول تقنعه يوافق على جوازها من شلتوت، والصراحه انا هسيبكم تستمتعوا باقوى افيه في الفيلم. انا عايزك تفتكر يا متولي يا اخويا وترجع لورا شويه. بيروحوا عشان يحطوا العمل لابو فريده. ايه الكهرباء دي؟ هو كان بيقرا على الازازه قوانين تسلا ولا ايه؟ بيروح ابو فريده لشلتوت عشان يقول له انه موافق يتجوز بنته، وبعدها بيروح شلتوت عشان يقضي شهر العسل مع فريده قبل ما يتخطبوا اصلا. بنشوف شلتوت وهو بيعمل عمل تاني عشان ابو فريده يرجعهم الشغل، وبالفعل بيرشوا العمل وبيوافق يرجعوا الشغل، وبيمسك شلتوت منصب نائب المدير. بعدها بيتفاجئ شلتوت بالعفريته اللي بتطلع له وهو نايم، والحقيقه مش فاهم ليه الاستغراب في ان عفريته تطلع لك. يعني انت نايم وانت بتقرا كتاب كيفيه تحضير الارواح مستني يطلع لك مين؟ ممدوح فرج. بتظهر له مرمر الجنيه اللي بتقول له انه حضرها وهي من ساعه ما شافته وهي حبته، وهوب بتروح واخدها على المكان اللي هي عايشه فيه هي واهلها. بصوا يا جدعان، هو خلفيه بالكواليتي دي لازم تبقى مسكونه، واللي عامل الكادر ده نفسه ملبوس. بيعرف شلتوت بعد كده ان هو في قصر ملك الجن. بيتخانق اشتاتا الجن اللي بيحب مرمر عشان جابت الانس شلتوت لعالمهم. يا بابا عصارين البطن بتتخانق. والله يا حاج انا كنت مستنيه يقول لهم استهدوا بالله، ده انت جن حكيم جدا. بيصحى شلتوت من النوم وبيفتكر انه كان بيحلم، بس بيشوف اثر الروش بتاع مرمر عليه وبتظهر له، فبيغمى عليه. انا مش عارف هو بيغمى عليه ليه، يعني المخرج عمال كل شويه باين لنا انه قلبه ميت وبيحضر جن وعفاريت واعمال، والجنيه دي نفسها انت اتكلمت معاها قبل كده اصلا، فخلاص يعني. انت قلت لي اسمك ايه؟ الاميره مرمر بنت الملك مورجان ملك الولايات العربيه المتحده. انت محضرها من كتاب دراسات ولا كتاب جن؟ انت عارفه ان احنا لا نملك ضرر او نفع البني ادم او حتى لنفسنا. ونعمة بالله يا حاجة. بيبدأ اشتاتا يظهر لشلتوت وبيتخيل انه بيعاكس فريدة، ولكن بيكتشف انه حماه، فبيغمى عليه تاني، وبيبدأ اللي حواليه يفتكروا ان هو بيهلوس. وطبعا بما اننا في فيلم عن العفاريت فلازم الدش ينزل دم. انا محتاج فعلا حد يجاوبني على السؤال ده، ليه العفاريت اللي في السينما المصرية كل ما يحبوا يرخموا على حد ينزلوا دم من الدش؟ يعني هل ليهم واسطة في شركة المية مثلا؟ عموما لو كنت مستغرب من كل الاحداث اللي فاتت دي فعايز اوريك اغرب مشهد في السينما حصل ولحد دلوقتي مش عارف ايه لازمته. يا عنايات يا فريده، يا عنايات، يا بقول لك ايه، انت وفريده نازلين بمكياج، يعني حاطين كريم من اللي جبناه السنه اللي فاتت. عيب كده، كريم بالنهار ليه؟ ليه كده؟ ليه بس كده المشهد خلص تقريبا. وحيد سيف كان بيحاول يكبر دوره مش اكتر.
بتقول مرمر لشلتوت ان اشتتا عمل ظهور كامل وتنكر في دور يوسف ابن انكل فريد اللي كان عايش في امريكا وجاي عشان يرازف شلتوت ويخطف منه فريده زي ما خطف هو منه مرمر. هوب بيديها بالروسيه الجنيه عشان تقع في حبه. بيقعد شلتوت مع مرمر عشان يعرف منها هي اختفت فين وسايباه. اخويا فيروز اتقبض عليه وكان لازم اقف جنبه. بيروح بعد كده شلتوت لفريده عشان يقول لها ان يوسف ده مش بني ادم زينا وان هو جني. مش ملاحظ ان الايام دي اعصابك تعبانه على الاخر؟ انا اعصابي مش تعبانه. بيروح اشتتا لشلتوت بيته وبتجيلهم مرمر وبتكون نزلت نص اسهم شركات اشتتا في البورصه. الو. ايوه. ايه؟ وما نمتاش هنزل النص التاني من الاسهم الاسبوع الجاي في البورصه. انا اول مره في حياتي اشوف عفريت بروكر بيجتمع بمرمر معاهم عشان يصلح بينهم وبيقرر يروح لشلتوت عشان يصلح حياته اللي باظت. انتوا يا انس اللي دمرتوا نفسكم، مليتوا الدنيا حروب، لوثتوا الجو، طفشتونا من مصر من كتر ما بتخلفوا، سيبناكوا جينا على شرم الشيخ وبرضه جيتوا ورانا. ممكن برضه واحد يقول لي لا مؤاخذه يعني هو ايه علاقه شرم الشيخ بالجن؟ انت نرم ولا ايه يا صاحبي؟ ما هم اكيد قاعدين في راس شيطان. بيقتنع شلتوت بعدها وبيحرق قوته بالجن وبيتجوز فريده على انغام اغنيه انس وجن. جن وانس وانس وجن.